السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. اليوم سويت الفطور، جهزت الطماطة وخليتها بالخلاط، وأخدت البطاطا وكسرتها، وجهزت الطنجرة وحطيت فيها الدهن، وحطيت بطاطاتي الحلوين ليتشوحوا بالدهن شوي. بعدين أخدت نص معجون طماطم وخليته فوق الدهن مشان أبغي المعجون يقلي، أبغيه يدوب ويقلي مع الدهن. بعدين قلبت الدهن، وأقصد قلبت المعجون بالدهن. بعدين حطيت معجون الطماطم المهروس فوق معجون الطماطم والبطاطا المكسرة، وأضفت معجون الثوم والزنجبيل على حسب الرغبة، ومن ثم أضفت تمر الهندي الجاهز تركتهم يتسبكوا شوي. بعدين أخذت ربع دجاجة على مقدار الكمية اللي نستخدمها في البيت، وخليت الدجاجة أو ربع الدجاجة تتسبك وياهم. بعدين أخذت فلفل حار، أضفت 3 علوب على حسب الرغبة، وأضفت فلفل البارد بعد على حسب الرغبة. وأني ما فرمت الفلفل الحار مشان ما تطلع الحرارة قوية في الطبخة، فتركته كما هو. أضفت ملعقة كبيرة من التابل، بعدين أضفت ملعقة كبيرة من السبنت فوق التابل. أخذت ليمونة وسويت فيها فتحتين، هذا سر الشيف سوى هالطريقة وأني اتبعته. ودارسين، خليت قطعة دارسين، وبهارات الدجاج المطحون حطيت القليل منه، وأضفت ملعقة ملح فوق البهار الدجاج المطحون. وبعدين قلبتهم كلهم مع بعض، خليتهم يتسبكوا مع بعض. ولازم تنتبهوا لحظة، هذه اللحظة المزج، إن تخليهم يرتاحوا ويتسبكوا. درجة الحرارة لا عالية ولا منخفضة. وانتبهوا إذا كنتوا تطبخوا على الغاز مشان الحرارة العالية، وخلوه يتسبك لين تحسوا لونه بدأ يتغير، وتشوفوا الشكل الجميل اللي يظهر إليكم. صراحة كانت الصالونة جدا لذيذة. خليته يتسبك زين وما زين. بعدين أضفت آخر شي البصل المقلي الجاهز، وأضفت الكمية أو المقدار اللي تحبونه على حسب الرغبة. أنا أضفت ملعقتين من ملعقة العلبة البصل المقلي الجاهز. خليتهم كلهم يتسبكوا مع بعض وياخذوا راحتهم. وجدا مهمة هذه الخطوة عندي جدا مهمة. خليه يتسبك، خليه يستوي، خليه يتغير. آخر شي تضيفين الماي. لما تضيفين الماي تخلينه غلية واحدة، يغلي مرة واحدة. بعدين خفضي الحرارة إلى منخفضة جدا جدا جدا، عيون نايمة، وخليه يستوي براحته. هذاك الوقت بتشوفين الصالونة
عجيبة عجيبة عجيبة، وكل ما تأخرت تصير أحلى. يعني انتبهي لها لا تحترق، بس إذا الحرارة منخفضة وتركتيها شوي تخثر، توصل إلى درجة إنها تصير خاثرة وحلوة عجيبة يعني. بعد ما أضفت الماي سكرته، بعدين رديت فتحته مشان ما يفوت. عندي القدر شوية صغير، والحين نشوف شكلها الأخير إلى الصالونة. بس قبل لا نشوفها أني سويت الرز، حطيت البهارات الصحيحة والملح وخليته يستوي بروحه في الآلة الكهربائية. وفي هذا الوقت أخذت قطعة من البطيخ وقطعتها لنا صغار، وليمونتين حلوين، وآخر شي سويت لنا الشاي. وطبعا هذه البهارات اللي استخدمها على طول في الشاي، البهارات الصحيحة، وقطعة من الدارسين، وسكر على حسب الرغبة. أحيانا نحط أوراق النعناع